أهلا وسهلا. فضيحة جديدة كل يوم، في فضيحة يا فصيحة، هيك بنحط نقطة. فضيحة اليوم اسمها وجه عتيب، هيدي كلمة بنقولها كثير، وبس تجوز العريس والعروس بيعطون خميرة وبيلزقوها على الباب. ليه؟ طب ما يكون في حسد، والحسد موجود. شو بنعمل تنشيل الحسد؟ بنحكي مع روي كسرواني. اهلا وسهلا روي. اهلا فيك. كيفك روي؟ بس بخبر الناس، قد ما خبر انا عن نادر خليلي وعنك شو عملت. ليش هالانسان اللي بالعالم انشهر وكيف رفض جائزة نوبل وقال له نعطوها للارض ومشهور بكل العالم، وان شاء الله نقدر نتوصل بواسطتك انت لانه استاذك يعطينا وقت ونجيب حديث منه ونشوف شو عمل نادر خليلي شيء مميز بهالارض. رجع وصل الانسان بالرابط تبعه الاصلي، يعني رجعنا جردنا من كل البنايات العمارات اللي عايشين فيها هلا، ورجعنا على الابتدائيه، المرحله الابتدائيه اللي هي رحنا والارض الموجودين فيها. هلا هو خلق بايران وربى بايران، وطبيعته المعود عليها هي الصحراء وهزات الارضيه. راح على امريكا ونبش على مناخ هو ذاته، لانه حس انه هو بيقدر بهالمناخ يخلق شيء متناسب. ورحنا مفروض كل واحد منا بالمناخ اللي فيه يخلق هيدا الشيء. نادر خليل اول واحد عمر بيت من فخار مثل ما قلنا، عمله من طين وحرق الطين وصار فخار. بقى هيدا هو الكونتريبيوشن اللي قدمها للعالم. وليش حس انه في هالنيد، يعني هالضروريه تنرجع على الارض؟ لانه نحن وصلنا لوقت فتره من هالعالم واصلين عليه هلا ما فيها ولا شيء من معنى، يعني عم نروح على الشغل، عم نعيش بالبيت بس مش متصلين مع ولا شيء، وانه ما في شيء اسمه مثلا اذا بتقولي الله شيء كبير بخوفنا. صار بس الشيء اللي متمسكين فيه اكثر شيء هي السلطه والمال. بقى هيدا خلص جردنا من انسانيتنا، من حقيقتنا. بنوصل على البيت تعبانين مش عارفين شو في، مع انه قاعدين على الكرسي كل النهار، جسمنا مش عم بيتحرك، علاقتنا مع بعضنا ما في علاقه، ما عم نعرف بعضنا. انت مين؟ انا بشتغل بهالشركه، هيدا انا. عرفت كيف؟ انه لا مش انا انسان بشتغل بعمل كذا. لازم نرجع على هالشيء بالضروره. ونادر من اول ناس عطى شيء اسمه سستينبل اركيتكتشر، يعني الهندسه اللي ما تطغي على الطبيعه، بالعكس ما بتنافسها، بتتجاوز هي وياها، ومثل ما انت بتحكي دائما بالتوافق، بتتوافق هي وياها. روي ما نسي العربي وبعده عم بيتفركش. بس قال لي ريت الثورة، قلت له لك كيف تقرا عربي؟ قال لي ما بعرف، قريت وهيك صرت بصفحة 20 وما حسيت. رجع على بلده على لبنان ورجع يحب هالبنايات المشوهة. قال لي هيدا مثل الإنسان المعاق صار إيده وإجره، يعني مبطل نحبه. روي بحب أقول للناس اختصاصاتك وبهالعمر أنت توصلت أنك تكون الوحيد بهالعالم العربي مع نادر خليل، ونادرا ما ينقي حدا واختارك أنت. شو هالهندسة المعمارية اللي تعلمتها إلى جانب علوم تانية؟ مثلا هو قال لي ما تعمل مثل ما انا هو بيعمل. مثلا قال لي انت بكره لما ترجع لبنان رح تعمل هندسه للبنان. قلت له كيف رح اعمل؟ ما تخاف، بكره بتشوف كيف رح تعملها. ومثل ما فرجينا بهذيك الحلقه انا وياك، عملنا اول بيت نموذجي بالطبيعه اللبنانيه اللي هي كلها معمول على انحدارات، على من جل لجل، وجوات البيت كمان في جلاله، وتحت واحد يغير من اوضه لاوضه بغير جل، ما بيفتح باب. هيدا البيوت انا شفتها بلبنان، يعني يا الله. هيدا مثلا هون هذا بيفرجي الحمام والمغطس، بس الثاني ما بفهم انا فوق. ايه، لانه ما في شيء اسمه جوا وبرا وفوق وتحت، كله مثل بعضه. يا الله. وهيدي شوف لي كيف مزبوطه. مزبوط. هيدا نحن موجودين برا في مثل موقده، من الموقده بنتفرج على البحيره، عم بخلط النار والمي مع بعضهم حتى نخلق طاقه ثالثه يعني. وانا بحب بهالبيت فرجي للناس انه ما في، مثل ما حكينا هذيك المره كمان، ما في شيء اسمه حدود. الحدود هي بس بالفكر، جوات البيت وبرات البيت هو حدود البيت. هيدا هو البيت هلا مزبوط من جوا. هيدي الصالون، وهون بيناموا الناس كمان اصحابها. وفي خلايا بينتقلوا عليها اذا بدهم ينزويوا كل واحد لحاله، بس في الصاله الكبيره هي بتحتوي على المطبخ والقعده والجلسه والنومه، وهذا المدخل كمان. هالبيوت يلي بتجيب اكثر، مثل ما بيقولوا نحن في بيوت فيها حسد وهيك، شو هي هالانرجي اللي تعلمت انه في طاقه اسمها الفنك شوي بيقولوا العلم، كيف تقدر تعمل تجانس؟ هلا هي بكل سيفيلايزيشن، يعني الحضارات العالميه
في عندهم علم الطاقة تبع كيف تدخل بالبيت، كيف بنقدر نسيطر عليها. بالصين في عندهم شيء اسمه فونغ شوي، بالهند مثلا الفيدا، بغير بغير حضارات عندهم كمان غير علوم، بس كلها هي ذاتها، هي كيف واحد بتغيير كم شغله بالبيت بيخلق طاقه جديده بتخليه على توازن معه مع الطبيعه اللي عايش فيها. يعني كيف انا بدي اكون مع توافق مع المنطقه اللي قاعد فيها، مع التله اللي انا قاعد فيها، قاعد انا بين جبلين، كيف بدي اظبط حالي حتى اكون على احسن حال بالمحل اللي عايش فيه. دائما احنا بنقول مثلا ليش بنحط هيدي هون؟ لهذه لها اساس، في مثل علوم اجدادنا بتعرفها وبعد لهلا يمكن نسيناها شوي، بس بعد كم واحد منهم بيعرفها. كثير كثير مهم مثلا انت وفايت على الباب شو بتشوف قدامك اول شيء؟ بتروح انا وياك مثلا بنروح بنزور غير ناس بفوت لعندهم مش مبسوطين، رحنا بتحس يلا بدنا صرف نمشي. ليش؟ لانه في اشياء مش بمحلها وكل الناس ما بتعطيها اهميه، بس هي كثير 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 مهمه. بيكون مثلا هو ومرته مش متخانقين مع بعضهم، بتفوت على اوضتهم بتشوفي بس كيف حاطين التخت، شو في من هالميل، شو في من ثاني ميل، بتحسي مزبوط في صار في تنشن. ليه هي ميلته مميزه اكثر، ليه هي ميلتها ضعيفه شوي. كم اذا عم بيخونا بتعرفي ما فينا نكون فضيحه، يعني فتنا على بيت فضيحه بيقدر يعرف الرجال وين هو ومرته مع مين. بس هيدي السر ما بيقدر واحد يقوله الا واحد كثير انتمسي. قال لي لإلي وشوشتها، قالت لي ايه؟ قلت لها بتحبي تحكي معه؟ يعني معلمنا ميت شو بيشوف ما بيقول. اذا نحن سالنا بيقدر يعرف البيت الرجال وين والمراه وين، اذا عملها يا حبيبتي اذا إلها او مش إلها. المراه اذا عندها قلب بعدها بتحس، والرجال بحس. انا قلبي دليلي بنقول ما بقى في قلب في جيب، بس انت استخدامك للعلم وللطاقه. هالعلم اسمه كباله، علم القبله. مزبوط. النسوان عندهم الحاسه الثالثه اقوى بكثير من عند الرجال، ودائما بتشوفي مثلا المراه بالبيت بتحس بتقول هذا حطها هون، هذا بدي احطها هون، لانه هي متواصله مع الطاقات الموجوده اكثر بكثير من الرجال. الرجال بيفوت ما بيهمه مثلا هذه موجوده هون، هذه موجوده هون، حطينا الشتله هون. اول كثير مثلا بتشوفي الشتله عم بتموت بتحطيها بتزحيها مترين تشوفيها عايشت وظبطت. ليش؟ لانه هذه حقيقه. في اشياء إذا جيت عكسها رح تيجي ضدك، وإذا جيت معها بتساعدك. بس إذا أنت واقفة على تلة وهب الريح، إذا ضليتك واقفة بده يضعفك، بده يسحب منك طاقة. إذا نمتي بده يشرجك، بده يعطيك طاقة كثير منيحة. وأما يخف الريح بتوقفي بتحسي حالك صرتي بنشاط أكثر. وبالبيت ذات الشيء. ليه مثلا كمان كنت بحب احكي عن شيء اسمه الحمام. دائما بقولوا مثلا حتى بكتب الفنكشوي هلا بقولوا اذا طاقه المصاي وطاقه الشهره اجت بالحمام مش منيح سكروه. حطوا مثلا مرايه مبرومه. مش ضروري، فينا نعمل حمام حلو ويستوعب طاقه ناريه، فينا ناخذ طاقه نار ومي ونعملهم بتوازن. ما في شيء اسمه عيب، ما في شيء اسمه هذا ما منيح يصير هون. هذا كمان مفهوم جديد بعلم الطاقة الجديدة. كيف انت قائد ربان السفينة هو بيقدر يتحكم مزبوط. بالسفينة، بشوف وين الريح وبيروح معها او عكس الريح. وما في شيء اسمه غلط انه هيدي يا الله انا ما عندي شو اسمه علاقة مع حدا لانه بيتي مقسوم بهالطريقة وهذا العلاقة مش موجودة فيه. لا، بتخلقها باستعمال المرآة، باستعمال شتلة، بكتير اشياء. روي انت فت لعندي على البيت وعملت شغله ما بقدر لكم، فات تطلع هيك بالبيت قال لي حطي شيء هون بجيب مي، حطي شيء هون بجيب ميتال معدن، حطي شيء هون، حطي شيء هون. يعني حتى اذا بدك ميل لك مع حدا هون في مرجع. يعني مزبوط. بحب تحكي فيها هي. هون طاقة الميل، هون طاقة الصحة، هون طاقة كيف هالاتجاهات. هيدا علم التوافق موجود، بس كيف فينا نرجع نتعلمه ببساطة. هلا بعلم الفونغ شوي في عدة فلسفات. في الفلسفات الانتويتيف يعني اللي بتيجي من الحاسة السادسة، وفي مع علم الكومباس اللي هو البوصلة. أنا بفضل تبع الانتويشن يعني الحاسة السادسة، لأنه إذا بتعمل على البوصلة كل البنات فرد منطقة عم بيوتهم كلها مثل ما هي من جوا، بس أنا باخذ الاتجاه من فتحة الباب، كيف يفتح الباب على البيت على الشقة. والبيت بنقسمه رحنا ل9 محلات، 9 أجزاء. الجزء النصاني هو الصحة، قدامها هي الشهرة، اللي وراها الكارير يعني الشغل، وعندك العائلة الويزدم يعني الأولاد والكرياتيفيتي الإبداع. وعندنا كمان الريليشن شيبس اللي هي العلاقات، مش بس مع رجال ومرته، بس مع أصدقاء والأولاد. وعندنا كمان المصاري والبروسبريتي اللي هي الثروة
كل وحده عندها مثل لون، هن 9 في 9 الوان، كل وحده بدك تشجعي طاقه اللون فيها القويه حتى تزبط الطاقه عندك. مثلا انا بحسب كل شيء ظابط عندي بس طاقه الميل مش منيحه، مش ضروري غير هوليك لانه انا ماشي حالي بهالطاقه. بطاقه الميل بحط مصاري، شيء بيرمز مصاري، بقوي هالطاقه هي لونها بنفسجي بيربل. ايه وبنطر جمعتين، وبمفروض بهالجمعتين تتغير. بحط شو اسمه بلانت شتله قويه صحتها منيحه كمان، تقوى طاقه المصاري عندي بالبيت. ما هو الميل بجر الميل مزبوط. بيقولوا بلبنان، والامل بجر السيبين، ما في اكثر من السيبين هلا عامل طائد. هلا هي كمان بتشتغل اكثر شيء على النيه، مش بس انه إيه. بدي احط هالشيء وانتظر انه رح يوصل المصاري، لا. الشيء انه انا نويت بهالشيء دغري بعقلي بيصير هو كمان يجيب الطاقه، مش بس الشغله. يعني هو الانسان العايش في بده يكون حس حاله انه عم بيشارك بتظبيط الطاقه وتظبيط الاشياء اللي عم بتصير معه، مش مثل الحكيم حاخذ الحبه ومش عارف شو حيصير. لا، بدي اعرف وانتظر وعم اعمل انا ديسيجنز، قرارات بحياتي، بعرف انه انا بشو بدي هالشيء يزبط، بدي هالشيء يزبط. بصفي واعي اكثر على الاشياء اللي عم بتصير بالبيت. مش بس بالامل، مزبوط. بالعمل بدنا نشتغل. انه الفكر هو قدرنا. a thought is a destiny. الفكر بيتحول الى عمل. بتقول تفاح بتروح بتجيب التفاح، بتقول اكل. بحب خبركم صار عندنا منتوجات عملها انسان. كانوا عم بيقولوا ما فينا نعمل بلبنان هير كونديشن يلي بيضطري من شغل لبنان. بعثت على NIH وبعثت على امريكا لشاكا، قالت لي مريم صرتوا انتم فيرست لاين بلبنان انتاجنا. باي ارض باي بلد عندنا منتوجات ما حدا بيقول هيدي منا لحمه، بس كلها من القمح. عندنا اشياء كثيره عم ننتجها لانه خشبنا الفكره. ولبنان مثل كل ارض، كل انسان بنتشجع نحن وبنعمل مثل عندنا الوصفه وعندنا هيك. فاذا الفكره بتتحول الى قدر. بتقول بدي تفاحه، ما بتروح على الثلاجه البراده او السوبر ماركت. فاذا بقول بدي ازرع شجره تفاح، انا الارض عندي بتسمح لي ازرع تفاح؟ نعم. ما بتسمح لي بروح لعندك بجيب. انا شو بتسمح لي؟ بقدونس بزرع. هون كيف فيني اتعلم؟ هالمواطن هالانسان كيف فيني اتعلم اللي درسهم روين كان بامريكا او على نفسك او انت قاعد تقرا على ده؟ هلا كيف بده يتعلموها؟ كل واحد بيختار كيف بيتعلمها، بس هو لازم واحد يتعلم اول شيء الوعي، مثل اويرنس. هذا الفنك شوي وغيره بينمي الوعي. يعني انا بطلع على البلكون على الفرندا عندي بشوف في عمود كهرباء، حدد كيف هالعمود عم بياثر علي. اما واحد بس يعرف المحيط وشو عم بيصير فيه بيقدر يغيره هو من دون ما يشوف كتاب ولا شيء. بحس هيدا عم بيجيني من اشعه في صوت مثلا تبتل الكهرباء عم بضايقني، بنقل تختي لهون، مش عم بقدر نام مثلا 5 ليالي. ليش؟ لانه تختي بهالطريقه. كيف بدي غيره؟ شوف انا بالاوضه شوف في وين بحب نام، كيف بدي احط راسي. مش ضروري واحد يشوف كمان بالكتب. رح خبركم رحت على الهند وشاطره كثير. المره شافت بيتي وحطيت ايدها على جسمي، يعني صدقتها شو شافت. قالت لي اوضتك هيك والنوم هيك. قلت لها قالت لي انقلي نامي هون بهالاوضه. ما قدرت نام، صار يوجعني راسي. اجى روي على البيت قال لي وليلى شو غيرتي؟ ترجع حطيها. قلت له كيف؟ قال لي بتحطيه هون في وراك. بس غيرت بالليله نفسها رجعت نمت. بعثت لها ايميل. انت نعطي هذا الشيء مثلا. قلت لها كيف انت قدرتي تشوفي؟ بدي بس ادرس كيف. هي ما شافت برات البيت شو فيه. انت لما حطيتك بالاوضه اللي كلها الحيطان كلها لبرا، ايه عرفت كيف؟ بنعطي هذا مثل مثل. انت كنت محاوطه بمشي الحيطان نايمه عليهم فايلتين كلها من برا. تلفزيونات كثير، انترنت فيه. والاوضه نقتها هي بنص الكوريدور وبابها مفتوح ما بسكر. إيه؟ الاوضه الثانيه ما فيها باب كمان، بس تختك لجوا. إيه؟ يعني الطاقه اللي بتفوت ما بتضايق. الشمس بتشرق من هالباب عندي. بس نام بهالاوضه، فت على اوضه رجعت نمت. يلي الشمس بتجي على هالتخت الصبح. فاذا مفروض الواحد يعرف خريطه البيت. نحن هلا كيف بنعمر بلبنان وبغير لبنان مثل ما بده المهندس، مثل ما بنقدر كيف فينا نوفر، كيف فينا نوطي السقف يطلع لنا مثلا طابق زياده. بس هذا نحن بدنا نبلش نحكي من هالعلم حتى نوقف نبني بقى بهالطريقه. لانه كل الارض عم نصرف مثلا طاقه حتى ندفي وطاقه حتى نبرد اكثر بكثير من ما لازمنا. مثلا اذا انت قاعد حد البركان وفي ثلج، بتاخذ المي السخنه بتدفي حالك فيها، بتمرقيها
شو اسمه. خبرهم انه ما في تدفئه هون وتبريد، كيف ايه كله كيف بالنار عملها؟ وكله بالهواء. يعني الاير كونديشن هو الهواء كيف بيلعب بالبيت، والتدفئه اكيد بالنار. ورحنا عايشين مثلا كثير كثير منفصلين عن طبيعتنا وعن اصلنا، بنمشي على الزفت. كيف بدنا نتصل بالارض؟ شو الزفت ما بيتنفس، ما بيخلي شيء يعيش تحته، مع انه هي الارض كل الوقت حيه وعم تتغير. مثلا ليش في بركان؟ ليش في مثلا هزات ارضيه؟ لانه الارض عم تتحرك، في طبقات بيطلعوا فوق بعضهم، بيمشوا فوق بعضهم كل الوقت وكل سنه بيزيح سنتي من هون، نص سنتي من هون. بس هيك مثلا ربع سنتي بيعمل هزه. في ارض بترجع بتفوت بالماجما، بترجع بتنفجر، وجزر جديده بتخلق يوميا من دون ما نحس. بس احنا لا، عندنا هالتفكير انه لا، الارض ثابته وما بتهز وما لازم تهز، بدي اجي امشي ضدها. مثلا باليابان ليك قديش عم بيعمروا اعلى واعلى واعلى واعلى، وكل مره الكارثه اكبر واكبر واكبر. بس بالجبال عنده ما بتسمع انه صار في كارثه حتى لو في هزات يعني. وهلا ناطرين باليابان هزه كثير كثير كبيره، ومحطين بالارض مثل سنسرز بيشوفوا وين عم بهز. أجهزة. كل اليابان فيها بالقليل شيء بالالوفات من الاجهزه حتى يدسوا، بدل ما يكونوا مع الارض عم بيكونوا عكسها. بشوف اذا هذه دخيلكم تعالوا اعملوا شيء وهيك. ويلا صار هزه، بعتوا اكل وبعتوا ادويه وبعتوا هزات اكثر. هذا العلم هو الابتداء. كيف نحن عايشين مثلا بطريقه غلط بنظبط، بس الطريقه الصح ما بتعوزي ولا علم، هي تكوني بتناسق مع الطبيعه 100%. بتستعمل المواد الموجود فيها بتدفئه مدروسه وطبيعيه وبتبريده كمان. مش يلا شوبنا ركبه سبليت يونت وحطوا كومبريسور برا، وين عم يضرب هالكمبريسور، شو هالهواء اللي عم بيطلعه والغاز اللي فيه، كل هيدا كمان ما منيح. يا الله، اذا بتسمعوا روي شو بيحكي، بتهربوا من البيت بتقول لوين بدنا نروح، كيف بدنا نهرب يعني. روي مستعد يعمر بيت بلبنان او باي بلد عربي وهيك من مطرح مما انت يليك. روي بسوريا بعد فيها العلم، مزبوط. بلبنان كان موجود. يعني نحن انا ماني بعيده، انا شفت هالبيوت بياخدك على دوما، على ضيعه قديمه، بعدك بتلاقي بس مش مرتاحين، بدهم بنايات مثل التاورز اللي وقعوا بامريكا، وقريبا رح توقع كل الابراج حفاة عراة يتطاولون في البنيان. انتبهوا، نسمع الى الانبياء مش الى الاغبياء. صار كل واحد عمر بنايه بسميها برج. نحن بلبنان عندنا برج رزق قطع الرزق، برج المرمر مرنا حياتنا، احلى شيء برج حمود وبرج البراجنه بعد فيها بيوت. مزبوط. مثلا احنا هلا مخليين الاقتصاد هو يقرر كيف حياتنا بتصير، مش رحنا جواتنا شو بدنا كيف بدنا نعيش. هذا اول شيء بدنا نغيره. ليش الاقتصاد بيقرر؟ لان الاقتصاد بيعطيك قوه وسلطه. السلطه ما بعرف شو عم تعطي سلطه، يا ريت سلطه بتتاكل. لا، السلطه بعدها من سيء الى اسوء، انت بتعرف. قال له اذا بدك ترتاح ما تتعلم السياسه. بس يعني هالمجلس اللي ما في شيء جالس يعني. فاذا السياسه الداخليه كيف اعمر بيتي سستينبل، وقت اللي بيتجوز ولده بيرجع بيعمر له لإله. بس مزبوط. خبرها حلوه كثير. ايه حكينا منها عليها. البيوت اللي عمرها بيوت حلوه كثير اتعمرت بامريكا، روح يعمروا. هو المبدا انه البيت كمان ما يكون شيء اقتصادي لحد درجه ممكن، يعني حتى ما فيك واحد يورثه لابنه. ليش؟ لانه هذا البيت بده يكون المقبره تبع الشخص اللي عايش فيه بالاخر. يمكن انت ما تموت فيه، بس اما اذا تركت وعشت بغير بلد كمان يتهدم، لانه كل شيء بتاخذيه من الطبيعه بدك ترجعيه لها اياه. ما في شيء يقول مثلا، ما في انا اقول انه اخذت هالارض وعمرت فيها وبدي اعطيها لكل اولاد. ليش؟ انه انا اول ما اموت خلص ما بقى عندي شيء، ما بملك شيء هلا. انا عم باخذ من الارض الفتره انا جيت فيها على هالارض وبعدين برجعها. لشو انا بدي ابلي ابني وحياه انا عايش فيها بركي ما بتناسب لإلي. يا الله. ومن هذا الفكر عملنا باريزونا مثل مدينه شو بيقولوا نموذجيه صغيره بلش فيها نادي الخليلي. بس كل واحد كمان ما كان عنده علم حتى الهندسه، صار يجيبوا بلاستيك واناني وكذا وعمروا هالبيوت. وانا الله ما بدي عندي كهرباء بحطوا مثلا مكانات بتشتغل على الطاقه الشمسيه، وكل واحد مثل يعني على طريقته وعلى قدرته وعلى مفهوميته كمان. فينهم ظبطوا اكثر من غيرهم، منهم فشلوا اكثر، بس كلهم تناسقوا مع بعضهم وما حدا زعج الثاني. واول ما بكره يعني يموتوا اكيد بترجع كل الطبيعه مثل ما كانت.
يا الله هالكلمة الجميلة، يا بيتي يا بويتاتي، فيك بمد جرياتي، فيك باكل وفيك بشرب بدي شو بستر عويباتي. يعني البيت هو هيدا الجسد، والجسد كمان من التراب وإلى التراب. نعم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. هالكلمه بنحطها على الباب وبنستقبل اهلا وسهلا، بس اوقات كثير بنفوت على البيت وضام بقلبنا بنهرب على المطاعم وبنطلع لبرا. يا عمي قاعدين بالبيت، لا تعطى ناكل برا. شو اللي بيخلينا يا روي ما بقى نحب البيت؟ اول شيء نحن على قد عدم اتصال مع نفسنا، وعدم اتصال مع نفسنا هو عدم اتصال مع الطبيعه. اذا بتقعدي بالبيت بتشوفي حالك، بتصير مجبوره تسالي حالك شو بينك، كيف عملت، تسالي، بتقعدي انت بين حالك. ما حدا بيقدر هلا يقعد بينه وبين حاله، ما فينا نضحك على بعضنا، حتى انا وانت بنطلع وكذا. ليش؟ انه بيوتنا كمان ما بتساعد، كلها بطون، ما بيتنفس البطون، بيسقع، بيعطي رطوبه، بالشوب بتصير تحس بجوا شوب كمان كثير زياده. كيف بدك تقعدي فيه؟ كيف بدك تلاقي حالك بهالبيت؟ وفي جارتك حاطه التلفزيون ومعليته، وهديك تحت عم تطبخ وطالع البصل والاكل مش منيح. كيف بدنا نلاقي حالنا بهالبيوت؟ لازم كل واحد يعيش لحاله، لانه انا اذا بقدر اعيش لحالي بقدر اعيش معي. لازم ما بعرف كيف رح يصير المدينه النموذجيه تبع الفيوتشر يعني، بس هلا مفروض كنا ننفصل، انا لحالي انت لحالك هو لحاله، بناخذ قرار. كل بيت وحده، قال له رب وحده. كيف فينا نعيش وحدنا بس مش بوحده؟ الون. الامريكان كلهم هربوا من المدينه، صار في شيء اسمه سابرب. انا بيتي هون وانت هون، بس مش فوق بعضنا، مع انه كمان بعد بدهم كثير تيوصلوا. كمان في اشياء، بس بعد قليل عم بيعمروا بالخشب لانه عايشين بغابات. بس خطوه كثير كثير اهم من ما نحن عايشين فيه فوق بعضنا. ونحن صارت برمانه مثل بيروت، مثل حمدون، مثل الارز، هي ذات البنايه بينقلوها، ما بصير. كلنا عم نلبس هلا ريدي ميد، وير اند تير، نفس الثياب ونفس الحذاء والموضه، ونطلع الاقتصاد وشو بيقولوا الموضه. وورلد جلوباليزيشن، يعني كل العالم بتصير مثل كل العالم. كوبي بيست. ماكدونالد، برجر كينج، كريبوي، شو بعرف، كل المحلات، كل المأكولات، ودليفري على البيوت. يلا هي ذاتها بتاكليها بامريكا بتاكليها بلبنان، مش مزبوط. كلنا مختمين هيك، بنشبه بعضنا، مش بنشبه بعضنا، صرنا مثل بعضنا. وخلق الله قال من الشبه 40 صرنا 99 يعني. هلا انا بدنا نروح على الاخر ما عم مربنا حتى نشوف شيء ما في منه، انه كل شيء عم نلاقيه هون. ولازم هالناس اللي نحن نروح نشوفها، يعني نلاقيهم من 1950 بعد عندهم اشياء اللي رح تساعدنا، تعطينا مفاتيح نعمر المدينه النموذجيه الجديده، اذا رح تضل تتسمى مدينه. لازم نسميها ضيعه او قريه او بيت. بامريكا في لاما فاونديشن، حطوا لاما فاونديشن او المقابر بالانجليزي، المقابر. بتشوفوا كل واحد عنده بيت لإله، وبس وين بالجبال فوق، بيت لإلك، وبعدين بس يموت بدفنونا بهالبيت، كفن ودفن مع بعضهم. وبتتعلم كل علوم الطبيعه اللي موجوده فيك، بترجع بتتذكرها. هذا بس انه وصلنا لفتره انه نسينا، ما عندنا شيء نتعلمه، بس حدا يرجع يذكرنا. لو وعي، بتعرف انت متصل بهالشيء ليش هالقد فقدت. اذا مش موجود فينا مش رح يجي. هذا يا موجود يا مش موجود، اكيد موجود. ما بقى عندنا ويك اب، عندنا ميك اب، كلنا عم نحط ماسك كمان نشوف شو في جوا. ما بدنا نشوف شو في بالداخل، لان اذا شفنا متنا، اذا شفنا عرفنا انه هيدا مش لنا الكون، ما هو الا خيال. بتعرف انه الحياه اللي عشتيها ماشي ضحكه وكذبه، انه انا مزبوط عم بعيش حتى الناس يفكروا فيي هيك، عم بعيش حتى يكون عندي هالجوب وهالسياره. صار احنا اول سكتين لشو كنت اذا ما عرفت حالك لشو بدك كل هالاشياء؟ إيه بدنا اشياء تفرجينا قوتنا من برا، تعطينا ديفينيشن، يعني هويه. انا ما بعرف حالي اذا اشتريت سياره واذا اشتريت هالبيت وعشت بهالمنطقه بالذات. انا ابن هالمنطقه مزبوط، وانا ابن فلان وكذا، صار عندي هويه، لانه من دونها بضيع. بس هو ما في شيء بخوف واحلى انه الواحد يضيع وينسى حاله من بيت مين وكذا. يا الله نغير اسامينا ومين نحن وما بنعرف. هيدا بنعمل دورات كثير برا بامريكا، تنسى انك انت فلان الفلاني صاحب. اول شيء مينك انت ببلشوا يقولوا لي انا عاد دكتوراه وعمل هيك شريت، بدخلك شيلهم هو يعني. لشو الالقاب للاغراب الغريب اللي ما بيعرف شو في بالقلب، بصير يحط لقب.
قبل ما توصل بتكون في مليون لقب وكلمه. يا خيي انت مين بالاول؟ شو اللي كله قشره هاي؟ ما فيني اسمع ايه لهم مزبوط، انا بعدنا ملتهيين كثير بالقشره كثير. هذيك المره عملنا الحلقه من هيك وانتظرنا انه هي رح يتلفنوا والناس رح تتحمس على البيوت ما صار في ولا هزه ولا شيء. إيه. اكيد لانه كثير كثير خطير واحد ينسى ويكب حاله، مش عارفين لما بدنا نروح وليه بدنا نعرف. زي هلا هي اللحظه اللي عايشين فيها. بينما بامريكا بالهند باليابان باوروبا ما فيني اقول لكم نادر خليلي وهالعلم يلي هو بالبيئه وقت قالوا له جائزه نوبل للسلام وللصحه قال له لا اعطوها لام الارض. بس بيجوا الناس اللي عندهم كل بلدان العالم حتى يتعلموا كيف طريقه البناء النموذجي وكذا. بيقولوا له طب بفوت يلا قديش بدنا وقت حتى نعمل؟ قد ما بياخذ وقت بيتكم وقت خده. فيهم بياخذوا شهر 3 اشهر بيقعدوا سنه بيعملوا بيت اكبر واكبر. ما في شيء انه لازم يخلص البيت هكذا ويجي المهندس يمضي على الخرائط وكذا، لا هي طريقه حياه بين البيت. مش بطلت ما نصنع 500 لوح شوكولا 500 بيت، صار في شيء اسمه برودكشن يعني انتاج ما بيعطيك فاليو يعني قيمه. بس اذا بتعمل شيء من قلبك بيطلع القيمه. اكيد الانتاج مش يطلع لك مثلا شيء معمول المفروض ينعمل بهالكواليفيكيشن بهالمواصفات، اكيد ما في قيمه. كيف بده يكون في قيمه؟ بس اما تحطي قيمه بالبيت بتعمليه بصير في عندك قيمه لإلك. ما بده القيمه. هلا القيمه بهي كم بنايه فيك تعمل؟ قديش بتسوى هي؟ قديش بتطلع مصاري؟ قديش صار الانسان عدد مش عده، صار كونسيومر مستهلك. اسمنا زبون مستهلك وسمحنا لغيرنا نكون سلعه ومستهلكين. وليك بتشوف يعني اول ما نشارك بهالسيستم بهالطريقه العيش اكيد بكون انا عم بستهلك حالي كمان، بستهلك حالي. ايه. فاذا اليوم المصيبه الكبيره والفضيحه انه لازم نتبع الموضه. شو بيقول صاحب الموضه الريموت كنترول وين بيشرجك هيك لازم تلبسي، هيك لازم تاكلي، هيك لازم تعملي. حتى بالتوظيف بتعرفي ترسمي هيك، بتعرفي تعملي هيك. لا ما بدي هيك، بدي تعملي هيك 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 هيك. هذا المتطلب هلا. يا اخي عندي غير شيء عم بقدر اقدم لك مثلا ما بده لازم يكون اول شيء الشكل، ما في عقل. لازم يكون الشاب هيك يحكي وايديه هيك تتحرك، والبنت عم بتبيع كتاب انا وياه بمكتبه مهمه، عم بتبيع كتاب شعراتها ما في شعره مثل الثانيه وحركه. قلت لها كتاب او شال حجاب يعني فضيحه. كلهم 99% ما بقى في شاشه، فيها شاشه وفرشه، وين ما بتفوت شيء بقرف. بركي من هالقرف. في كتير ناس بس مش عم تسترجي تحكي. في كتير ناس قرفانين وتعبانين وبيروحوا على الشغل مش قادرين يشتغلوا ولا يقدروا يركزوا، بيوصلوا على البيت بعتوا على الاولاد لانه مش متصلين بشيء ولا بحالهم. بالسياره تطلع. هلا صرت هون مثل امريكا. هيك شوفي لي ظبطه الحمراء بتطلع هيك بتكون السير بزمر لها وبدها تحكي على التليفون ولا تطرد ايديك وشيلها من اجرها لانها تعبانه بالصرميه، بعدين بتلبس كعب العيله. طيب اذا شلحتي من اجرك ورحتي حافيه يعني كلهم بده يوصل قبل الثانيين. انا بدي امرق قبلك وانا بدي امرق هيك وكذا. يا الله في سبق كانوا عايشين بكمبيتيشن مش بهارموني. ايه بدي اوصل على الوقت قبل الوقت. طفش ليه رح اتاخر؟ عم بتاخر على شو؟ بالعكس كل ما يتاخر على يتاخر في شيء تشوفه على الطريق. ما بشوف حدا على الطريق، ما في طريق عنده، في سرعه في سرعه. لانه مش عايش اللحظه اللي فيها. يا الله صار هونيك بالميتنج الله حتاخر على الميتنج بعد ما وصلت خيي خلص روح وانا بقول هالشيء لحالي حتى انا. يا الله اللي بيعيش بالجماعه بيرجع بيعيش بالمدينه بيضيع. بدها الصراع داخلي كل الوقت. في واحد طلع بالتاكسي قال له روج الشوفير، قال له اعطيني العنوان، قال له مش المهم العنوان، المهم السرعه. يلا سرع. ما معنا. ايه تعودنا نعيش. ما عنا عنوان. لوين رايحين؟ ما بنعرف. بس في موعد الساعة 9 أنا بدي أخذ الضرب. أنا بدي أعمل فيكي ضرب. مشان هيك بتلاقي بلبنان ما تتفاجأ إذا قعدت هون كثير في كذب ونفاق وسرقة وكيف بده يطلعوا فيك وبجيبتك. وإذا مرتك حلوة هيك بيقولوا بشدوا من مرته وهذيك المرة بتعمل يعني. هي أمريكا مرقت فيها ووقعت بالثلاثينات وصار في عندهم هالديبريشن وهيك رجعوا وعيوا واجت هالكونشسنس ضربوا القنبله الذريه ومن الالم عم نتعلم. هلا العالم العربي بنوع خاص لبنان وسياحه لبنان صرنا بسمونا بورنو بيبل برا ومعهم حق. معهم حق. بناتنا كيف عم تتصدر كيف عم بتروح وتجي تصدير صدر. انا لسوء الحظ مش عم ناخذ من الغرب الا بس الشيء الهين والسريع. صرنا هلا كمان مثل الغرب بدنا كل شيء على كبسه زر. حتى بدنا نوعى ونشوف الله بكبسه زر. كبسه زر بيقولوا لي عمي كبسه الرز اقوى.
بالسعوديه بالامه العربيه في كبسه بسموها من الرز، بقول لهم اعملوا كبسه رز مش كبسه زر. على التليفون ساعه واحدة 2 بعد نص ليل بده سؤال طبيب وعالم ومدري شو مخترع كيف بده يصح على التليفون الساعه 2 بعد نص ليل يعني. بس انا مش عارفين انه هن لحالهم بيقدروا يجيبوا الكبسه الزر من بعد ما يقروا ويكتشفوا نفسهم يكتشفوا العالم اللي عايشين فيه. دغري مثلا انا وياك مثلا كنا عم نحكي امبارح، هي اذا صار لي شيء كذا بفتح الصفحه من هالكتاب دغري بلاقي مثلا العلاج اما قلبي بيرتاح يما شيء، لانه خصنا نعرف وتعمقنا. بس ما في واحد ضله هيك واقف على على الحافه تبع المي ويقول مثلا يا الله بدي اغطس، يا بتغطس ما فيك تاخذ نقطة، بدك تنخ ما فيك هو واحد واقف. بس احنا وياك بننخ بنعمل بنزيح. روي يلي بفوت على بيتك وعلى بيتي اثنيناتهم بدون ما يعرفوا بيقولوا بصيروا يخبروني مدري شو حسينا، وبيجوا لعندي اول شيء بيشلحوا من اجرهم برا كاتبه تطفوا ما في سيجاره وما في سيلولر وما في ماي، بيقولوا لي فهمنا كل شيء بس ليش ما في عقل؟ بقول لهم في عقل بس لبقى تفكروا، ما تجوني مليانه كبايتكم ما فيني ضيفكم شيء، فضوا الكبايه وتعوا تنضيف سوا. وبفوتوا على البيت بلاقوا يما عندك فرش، بقول لهم سبقني على العرش اذا بيفهموا شوي، اذا ما بيفهموا ابدا بقول لهم بلا في كرسي اذا كنت معاق ما في اقعد على الارض. بس في ناس معاقين جسديا وقلبيا ما عندهم اي اعاقه بس جسدهم مختلف، بيقعد على الارض او بيقعد على الكرسي. بس ليش؟ هالطاقه في طاقه بتريح الدنيا وجه وعتاب وطاقه ما بتريح. كيف فيني شيلها بلا ما استدعي يجي روي قل له تفضل اعمل لي دراسه؟ بامريكا بيدفعوا كثير حتى اللي تفوت تظبط لهم بيتهم. بس اذا كان واحد هو بده يحس انه بيتي في شيء تعبان شو بعمل؟ شو السبرينج كليننج اللي عملته من مده؟ اهم شيء يعني لازم بالقليله مره بالجمعه واحد يفتح كل الخزاين وشوف شو ما بدي شو مش عايز من المونه من التياب من السترام من الكلسات كل شيء، يفتح الخزانه ويجيب كيس ويلا يفضي، احسن ما يكبون يعطيهم للناس اللي عايزه. انا في كثير اشياء مثلا واحد بيشتريها بقيسها بالمحل كذا بتقولي الله شو حبتوصل على البيت اي سياره مش ظابطه بتضل بالخزانه، لا لانه هيدي طاقه عم بتموت مش عم تستهلك. مثل واحد عنده كثير مصاري وحطهم بالبنك يعني ما معه مصاري، اذا مش عم بيشغل هالمصاري راحت جاي تخسر نقص كانه ما معه شيء. وزيت الشيء بالاشياء اللي بتبقى بالبيت، هي هيدي انا وهالبنت ظهرنا سوا بتذكرها خلص كب ما في شيء اسمه تذكار. الصور هي بتعلق على الحيط احسن من يكبوا الالبومات. كثير اشياء بنتعلق فيها لانه بنخاف نضيع، بس لازم واحد يضيع لانه كل يوم نخلق عن جديد. واهم شيء نكب اللي مش عم نعوزه، حرام هيدي حقها هالكنزه خلص كبها اعطيها. في ناس ما عندها تشتري ما عندها بتاخذها بتتمنى عليها بس احسن ما تضل من الخزانه. وكمان يلاحظ ببيته وين بيقعد مش مبسوط، بالتخت عم يحضر تلفزيون من مزعوج محل ما بياكل، بيقدر يغير يبرم الطاوله يحط كرسي تاني مال. هو اول ستيبس اول خطوات لواحد يظبط الاشياء بالبيت. فاذا نعمل مثل ما كانوا اهلنا يعملوا من زمان 4 مرات بالسنه تعزيله العيد بنسميها بين كل فصل وفصل، بغيروا كل اللمبات ايه وكل الثياب اللي مش عايزينها بنغسلها بنكويها اذا ما فيها زر وكلها بنعطيها لغيرنا ونحن كمان نستقبل من غيرنا، وهيك كرنسي يعني سيوله. والبيت حي رح عايشين فيه، كل ما تعيشي فيه كل ما تفوت عم بتفوت معك طاقه عايشه. بدك تغيري شيء بس زيت الشيء زيت الديكور 20 سنه بفوت زيت الناس بعدها هي زيت هالكنبايه عم بفرغ فيها العد بعدها ما نزاحت ولا سنتي ما بيسوى. انا مثلا هلا عايش بهال5 سنين هيك، بعد 5 سنين جايين بدي احط الكنبايه هون كم كبها جيب شيء ثاني. لازم التجدد دائما يكون بالبيت. والتجدد مش بانه بدي اشتري كنبايه مش انه موضه وكذا، لا تجدد لان انا صرت جديد. انا صرت حب مثلا تروق هون اتعشى هونيك، جمعت الجيبه قلبها، السوفا كانت هون بحطها هون. انه ما نركض على يفهموا وتروحوا تشتروا، ما تشتروا ابدا، تشتري حتى تهتري ما تشتري بس غير بالبيت. كيف تغيروا ثيابكم نقدر نغير كمان، وفي اوقات فيك تلبس نفس الفستان بطريقه جديده بس بطريقه جديده مثل النفس نفس النفس. نقرا انا وروي نفس الكتاب نفس الصفحه 6 الصفحه ايه يعني اذا بتعيشها فيها طبقات لانه احنا تغيرنا اكيد. كل ما انت بتتغير بيتغير عليك الثياب. انا شبابي كانوا لهون هلا كان بربطوا المرة. هلا اليوم شبابنا عم بتشوف كلهم عم بيعملوا هيك بس بدون ما يعرفوا انه وقت الشعر بتربطه بتلاقي ليش في عند الروم مثلا بتروح على كنيسه الروم بيحطوا هيدي هون يعني
هالطاقة هون. ليش بتلاقيهم الأرمن الأرثوذكس غيرهم؟ الشعر فيه طاقة وبتقوي، بتجمعيها مظبوط، جمعها مطرح واحد. من يومين يمكن من هيك الرجال ما بيقرعوا من هون. ايه بضل هي طاقة قوية. من يومين حطوا على الجزيرة، وبشكركم كل المحطات اللي عم بتحط مواضيع. مريم نور في شيخ حكي مثلك، مريم نور حطوا برنامج مثلك. الحمد لله ان شاء الله ما نضل وحدنا، لا يجوز. حطوا عن ولد مثل ادجار كيسي، ولكن شكليا مختلف مش معاق. بحط ايده هيك على الكتاب وبيقرا كله، بيقرا بعين اليمين صفحه اليمين وعين الشمال. قديش عمره نابليون؟ يقول امتى خلق؟ اعداد باعداد 300 مره بضربهم ببعضهم. هيدا مثلا اذا كمان اخذتيه على البيت بقول لك شيلي هذا ظبطيه هون، لانه الطاقه عم توصل فيه من دون ما توقف، يعني ما في شيء عم بيوقفها. عنده نهر بيقول في شيء مش هو العالم كله ماشي فيه. نحن الفرق بيننا وبين انه عندنا حواجز، هالحواجز عم توقف الطاقه، وكل ما نعيش مثل ما مكملين هلا كل ما هالحواجز رح تضل. شو بنعمل حتى نشيلها، مش انه ننط فوقها او نكسرها؟ انا دائما بقول المجانين بحطوهم بماء وكذا، بس هن متفقين اكثر بكثير منا، لانه ما بيسيطروا على الحواس تبعهم، ما بيسيطروا على كيف بيحكوا، على كيف بيسمعوا، على شو بيشوفوا. هي عم شوف شيء كذا هونيك، بس هيدي مزبوطه حقيقه، بس اذا نحن مش شايفينها يعني معناتها مش موجوده. يا ما في مجانين اصحاء قاعدين هوني، ويا ما في برا اصحاء وهن مجانين، يعني بقول لنقول للناس انه يجنوا شو جاي يتصلوا بالبراءه تبع الولاد. ايه ما بقى في. اذا الولد قال مثلا الله عم بشوف مثلا شيء بنومي، لانه في شيء عم بيجي مثلا طاقه مش منيحه على هالاوضه، غيروا له الاوضه، برموا له تخته يمشي حاله. فاذا فينا نحكي هلا على اتجاه يلي بيقولوا له شمال جنوب، اي اتجاه فينا نعطي للام هلا والبي اللي عم نحن بنقول اذا حيلا اوضه عايشين فيها مثلا اوضه نوم، يكونوا بعاد عن البيت، مش بذات الخط تبع الباب المدخل تبع الاوضه. ما لازم يكون في مرآة قدامهم، يا اما التلفزيون قدام التخت، خاصه عند الاولاد يعني بيلعبوا كمبيوتر وكذا. التلفزيون يما المرايه، الانسان هو ونايم بالليل بيكون at most vulnerable، يعني اقل شيء القوه جايته. ايه بيكون شو ما كان طاقه سلبيه مش منيحه بتفوت فيه، والمرآة والتلفزيون بيعكسوا كل الطاقات على الناس ويما الانسان اللي عايش قدامه. مشان هيك لازم نزيحهم يا على جنب، بس مش ذات الخط تبع التخت، هو اهم شيء. فاذا قديما نحن ما كان عندنا مرايات بالبيت، كانت الخزانه محل واحد مظبوط. ايه ومن جوا مظبوط تشوف المرايه، وكانوا يحطوا صوره العذراء، صوره المسيح، يكتبوا كلمات حلوه، وكانوا ما يخلوا الاولاد تطلع بالمرايه، بصيروا يعملوا هيك حركات الاولاد يشيلوهم من المرايه. فاذا اوضه النوم قد ما فينا، وخاصه هلا ما يحطوا مرايات هن ونايمين رجال ومرته، مرايه بالسقف. وبعدين ما نحط الكمبيوتر باوضه النوم ولا لما اذا بينحط التلفزيون، بيتسكر بخزانه تتسكر. ايه فينا كمان اي نوع من البلانت فينا نحط بالبيت. في اوض النوم ما مش مستحب كثير واحد يحط بلانت كبيره، شتله كبيره، لانه بتعطي CO2 يعني. ايه بالليل بتضيق التنفس بالاوضه، خاصه اذا الباب مسكر. إيه؟ الكربون داي اوكسيد بالليل والاكسجين بالنهار، انه هيدا شيء علمي، ولكن بلانت صغيره اذا حطيتها. وين بنحط اكثر شيء؟ محل ما بتحس انه الطاقه ضعيفه، الشتله القويه بتنمي الطاقه بالغرفه الموجوده فيها. هلا بنحط بريك وما بريك ثرو دونت بريك داون، وبنحكي مفصلا عن هالطاقه. بس اهلا وسهلا، بعدني عم كفي الحكي يعني. عم بقول له لروي بس حط هيك بشعري بحس الفرق عن هيك. اوقات كثير بحط قوسين هيك ستيكرز بحطهم مثل بتاكلوا فيهم تشوب ستيكس. بقول انا فاذا مثل الانتينات، شو بتلبس انت؟ يو ار وات يو وير، انت شو بتلبس؟ الانسان ابن بيئته. بحب نحكي عن هالموضوع، انه هيدا ابن الجبل، هيدا ابن المدينه، هيدا ابن ماي، هيدا يا الله. أنا بطبيعة الإنسان في شيء مثل تبادل بينه وبين المحيط اللي عايش فيه، هيدا من طبيعته. دايما في مثل امتداد، يعني إذا أنا عايش أنا وياك، أنت بتصير تشبهيني وأنا بصير أشبهك.
اذا انا عايش بالجبل بصير قاسي وصوتي بيتغير وكذا، اذا عايش انا على المدينه ومغنج وكذا بصفي بغير كاركتر كليا. لازم دائما نشوف وين عايشين ونجرب نتصل اكثر واكثر وين عايشين، لانه بنصير بنصبح يعني نحن ونفسنا كيف بدي افسر؟ احكيها بالانجليزي. مور يونايتد، يعني بتكامل انا مع حالي، ما عندي مثلا اطلع حس لا ما فيني اقعد مع حالي بدي اطلع كذا، بصفي انا اروع متصل، بصفي مش بس انا وياك والارض وكله شخص واحد، انا والكونيه بصفي مثل واحد مثلا، بهذا الشيء. بتصير حقيقه لما بتاكل بصله وين راحت؟ عم بتعيش فيك، بتاكل شعير، بتاكل قمح، بتاكل لحمه منا حلال، بتاكل اكل حرام، بتصير فينا كلنا موصولين. بتسلم على انسان، بتطلع بعيون الثاني، بتفوت على بيت. انت وانا من الناس اللي بنحب نقعد بالبيت لانه صار البيت ناطرنا في اشياء كثير حبتها. هنا حطناش محل كل شيء مطرحه، بس فوت قل له ناطرني، في حدا بيحكي وحده ما حدا سمعني ليضحك علي. ومثل ما قلت نحن هلا بيقولوا مجانين. دائما الحقيقه مجنونه بين العميان، دائما اللي بيقشع اعمى بين العميان. مثل الوقت اللي راحت العصفور الحمامه راحت لعند البومه وقالت لها انا بقشع. شو كيف بتقشع؟ قالت لها في ضوء. جابوا 50,000 بومه، قالوا انت كذابه، شو بنعمل؟ قطعوا لها راسها. شو بدنا ننتبه باي جماعه نكون. ما هيدا شيء مثل ما عم بتقول، نحن بتكون مع ناس ما عم فيك تتفاهم انت وياهم. روي خبرني كيف عم فيك. كيف بدنا نبلش؟ كمان بنرجع على ذات الموضوع، يعني اذا انا مش عم بقدر اتصل بالمحل عايش فيه، ما فيني اتصل مع غيري. اذا انا بوصل على البيت كمان مش مبسوط، اذا بروح على الشغل ما في حدا احكي معه لانه ما حدا متصل بحاله. مثلا انا ما فيني اشبع، ما في حدا مثلا بيعبي لي راسي، بقعد انا وياك بنحكي بننبسط كذا، انه على زيت الخط، على زيت الموجه. بتقعد مع غير ناس بدنا نحكي مثلا بهالمواضيع، انه لا ما تعمل هيك، غير هذا الشيء بالبيت كذا. شو عم تحكي؟ ليش كل البيوت هيك ولا او كذا؟ كيف بدي انا اتواصل انا وياه مازال مش على زيت الخط؟ فاذا كلنا انوصلنا على زيت السورس، يعني زيت المنبع، بتصفي كلنا عنا علاقه مع بعضنا. بس هلا ما حدا عنده علاقه مع الثاني، لانه ما كلنا متوصلين موصلين بزيت مش عم نشرج بزيت المنبع. كل واحد شاكك بريزه غير محل. وقت بنكون بجماعه، ان كان رالف نادر او اوشو او ميتشو، في من كل الاعمار، اكبر مني واصغر واصغر منك وما في حدود. بنحس حالنا عائله وحده. مد ايدي انا بمسك ايد اي طفل او ايد اي رجال وبنروح بناكل وبنخدم بعضنا، ما حدا بيعرف اسم الثاني وما بنعرف بعضنا من مين. ولكن ارواح بتختلف وارواح بتختلف، بسموهم سول ميت، ارواح هودي لنا. اوقات كثير في اولادنا واخوتنا وبينا وامنا علاقه جسد. اهلا وسهلا مع السلامه. لازم ما لازم؟ خبرني عن هاللازم ما لازم تبعك، كيف عم بتشوفها بالامه العربيه؟ لأن نحن من أول ما ربينا لازم تعمل هيك، لازم تشيل هيك، لازم تحط هيك. طلعت أنا أول ما كنت عندك أنا لازم نقول لازم ما لازم، كل ما نحس إنه يا الله لازم هلا أكون على الوقت، لازم خلص اقطع وقف، ما لازم يكون في شيء لازم. صرنا ملزمه وملتزمين فيها. كل ما تقولي لازم يعني أنا رح أنسى حالي هلا، رح أسمع شو قالوا لي ورح نفذ. يعني نسيت شو يعني رايس، شو يعني روح الموجودة فيي. لازم أعمل هيك، يعني أنا ماشي، أنا متسير من مش قوة من الناس مش أفهم مني. ليش ما أنا بتصل بالقوة المضبوطة وبشوف مضبوط شو بده هالجسم وهالعقل حتى يصير حالي. ليش بدي أنتظر؟ لازم تجي هلا بهالساعة وتنفذ هيدا الشيء وتترك بهالساعة لأنه هيك لازم. قررنا انه هيك انه لازم ما لازم. لازم ما لازم. لو بتشوفوا فات على بيت من كبار الاغنياء او المعروفين وهيك وقلل بالبيت شو فيه بينك وبين جوزك وهيك، هلا صرت تحبه انه هي بيفهم. بس لو ما حكي بهالعلم وهي بتحب الفانك شوي، بس بتحبه مثل ما بتحب الاكسسوار والسياره والعقد اللي حقه 20 مليون، شايف انه ميته ما عندها حياه. شفت انه هاي حقيقه. في علم اسمه علم التوافق، في علم اسمه علم الطاقه، وابعد من حدود العلم يا جماعه. الانسان ابن بيته ابن بيئته. حضن الام ما بقى في حضن. قال الرجال بيطلع من حضن امه، ما بقى في ام، ما بقى في بي، ما في انسان. ما بقى تقولوا في وطن وكلنا للوطن. انا بس يقولوا بلبنان كلنا للوطن، او حتى بامريكا ما قلقي ما هي عندي، بس هون بس يقولوا كلنا للوطن، بشوف كلنا للبطن. ما في مكشفين ومعريين وكل الناس بتلاقيهم
بس تمرق شي وحده، طلع بالسياره هلا بس تمرق شي وحده هيك انا بكون بتلاقيه ترك شغله وبتطلع فيها هيك ولحقها. العينين من مشتهية وهيدا كله لازم ما لازم، ومن الكبد اجى هالفلت. ما لازم تطلع، ما لازم تطلع، بتطلع. في دورة بأمريكا دونت ثينك بلو، بس يقولوا ما تفكر شيء أزرق بتفكر أزرق. وين ضاع ابنك؟ شو كان عم بعمل؟ شو قلت له ما يعمل؟ قلت له ما يروح يلعب بالحمام، راحوا بالحمام. كل شيء ما لازم صار لازم، كل ممنوع موجود مش مرغوب. ممنوع الخمرة موجودة، ممنوع القمار موجود، ممنوع الدراجز. هلا امريكا سمحت بالدراجز بولايات كثيره وفتحوا باب العلم، صاروا يعرفوا انه لا ما في لزوم. لانه اذا بيعطي واحد واعي ببطل يخاف عن غيره يوقع بالفخ بالمخدرات وكذا. خلص بتستعمل قد ما عايز، مخدرات، اكل، كل شيء بصفي بالاخر مخدرات، الكحول، الاكل كثير كمان، اذا اكلت كثير لحوم وكذا كمان نوع من المخدر، بده جسمك يطلبه. كل شيء بتعودي جسمك بيطلبه. خبرني كيف نادر خليلي شباب كثير كانت تاخذ مخدرات عنده كيف ترك. ايه ما يقول شيء بفوت لعنده، بتفوت بالبروجرام، بتبلشي تبني بيتك وكذا، وشوي وشوي لحالهم منهم لحالهم بصفي عنده غير نوع من اللهو. كان على المخدرات عم بيجيب لهم مثلا نوع من البسط، بيهربوا كذا، خلص صار عندهم غير هم، غير فوكس، غير جول، يعني هدف. وشو كان الطبخ عن نادر؟ كله ماكروبيوتيك، بس ما بقول لك شو، ما بيحكي، وما بقول لك مثلا بدك تطبخي لحالك تطبخي، بس اذا ما بتطبخي في اكل هو عامله وبتاكلي من الموجود. واكيد يعني مع الاكل اللي عم تاكلي، مع البيئه اللي انت حالفيها لحالك هي بتغيرك الطبيعه، لانه خلص انت وصلت لهونيك من دون ما تحسي عم بتشارجي، عم تاخذي من الارض، عم تاخذي منه، الطاقه كلها صارت صديقتك مش عدوتك. واما واحد مثلا ابن هالارض، ابن هالبيئه، صرت مثله عم تاكل بانتاجها. واحد طلع بالزهره ما فيك تقولي انا بدي بهرها لكم هلا انه هالزهره حلوه. خلص كل الناس بتعرف انه حلوه، مش لانه قالوا لنا، لانه لا ما اطلع فيها بقدر اطلع فيها وما ازهق. يا الله، وهيك بنصير قصة الزهره. خبرني شو بيصير بهالبيوت اللي عم تفوت ليا حاطين فيها اشياء كثير بلاستيك، زهور بلاستيك والثياب بلاستيك والمكياج عند المرأة بالحمام بأوضة النوم. شو طاقة البلاستيك هالشيء الميت بالبيت شو بياخذ مني؟ ما كل شيء ميت ما بيجيب لك طاقة، بالعكس بيسحبها. يعني بتوعي تعبانة إذا حتى ارانجمون زهور اصطناعية بالأوضة بتوعي مش ظابطة، مدورة الكونديشن كل الليل، كمان عظامك عم بيجعوك، قامة تعبانة، كل شيء مش مزبوط مش حقيقي بيعطينا، بيسحب منا الطاقة، لأنه هو بده طاقة حتى يعيش. يعني صوري في عندك كومة بلاستيك شكله شكل الزهرة، بس بالآخر حتى بلاستيك هو جاي من البترول مولع وكذا، وعاملين مثل كتلة، يعني حطوا شمع بلاقي شيء معدن، يعني مادة طبيعية أحسن بكثير من البلاستيك. في معلومة إنه ما تخلوا كيس الزبالة بالبيت، وقلتوا له إنه هيدا كلام لسيدنا الإمام علي، وهو بتعرفوا باب العلم. إذا فينا قبل ما ننام ما نخلي جالي على المجلى نجلي، لأنه المي قبل ما تنام طاقة مهمة كتير، هيك كرنسي سيولة، وما نخلي كيس الزبالة بالبيت. شيلوا، لأنه عم نشيلهم من أفكارنا، مش قصة البيت. هو هيدا البيت مرآة إلي وإلك، وقد ما فينا شو فينا نعمل اليوم حركة بهالعالم وعم بيسمعونا، كيف برا عنا حماية للبيئة، كيف تشتري أغراضك برا، كيف تحملهم. خبرني كيف عشت بالنمسا. بتفوت على السوبر ماركت بتاخذ أغراضك بتجي تدفع على الصندوق، ما في ولا كيس نايلون ولا كيس ورق ولا شيء تحطيهم فيه، لازم تيجي أنت مع كيسك، بس أكيد مش كيس نايلون، كيس معمول من القصب، معمول من الروبس يعني الحبال. ومشان كان كب الزباله عندهم مثلا 4 يا 5 اكياس كل واحد لون، بتحط الاكل البيولوجيك، يعني بفضل الاكل على الصحن بنكبهم بهالكيس، الازاز بهالكيس، المعدن بهالكيس، الالومنيوم بهالكيس، وكل واحد بيروح بسله. وممنوع مثلا حتى بالحمامات، نحكي عن الموضوع ما في ورقه تواليت، اذا بضطر واحد يجيب ورقه مثل كيس الورق، يعني ما بتقدر تستعمليه. ليش؟ لانه الجرير بيمرقوا بالارض، والارض ما بدهم يلوثوها بورق وببلاستيك وبروايح وفريغرنسز، ما كل شيء منهم بيرجع كمان للارض. يا الله، بحب ذكركم انه كل الورق اللي عم بتشوفوها هيدي بايو ديجريدبل عم نجيبها، يعني اذا بتحطوها بالارض الارض بتاكلها. وهلا عم نجرب نعمل بايو ديجريدبل، حتى الكلام اللي عم نستخدمه الحبر كله بيدوب، يعني اذا ابنك عمل لحسه هي ما بتضايقه، كلها من الارض.
نجرب قد ما فينا نقص شجر اقل. خبرني وقت بتعمر بيت اذا كان في 10 شجرات بترجعوا بتحطوا 100 شجره بدل ال10، كل شجره 10 تيقدروا يعمروا هون قد ما في. اكيد بدك تحسب لك الفتره اللي بدها ترجع تنمى فيها الشجره، لانه من هلا ل10 سنين رح يقصوا اكثر من رح تقدر تكبر الشجره حتى تقصيها. مشان هيك لكل شجره بتقصيها بالقليله بدك تزرع 20 بالقليله. كمان بدي اقول كمان انه البيت هو بالاخر يعني بتلخص هو نموذج عن الانسان، يعني اول ما الواحد يظبط بيته بيظبط حاله. مشان هيك كنت عم تحكي عن انه واحد بيظبط الجلي على المجلى ما يترك كيس، هذا اكيد لما ما لازم نخلي شيء بعقلنا مش منيح، ياما افكار سوداء ياما شيء. كل واحد كل زاويه بيلاقيها بالبيت مش مهتم فيها يروح يهتم فيها، لانه هيدي بترمز جزء من حاله. بحب هون خبر الاصدقاء اللي عم بيشوفونا وكتار بيشوفونا بقلبهم ان شاء الله، انا ما فيني نام عندي جلي او علي دين او في شيء جواب ما جاوبته او على الانترنت فكرت شيء برجع دغري بطلع بعملها تنام، بسميها هيدا دين غضب الله والوالدين علي. انا برتاح كل يوم. شوفي عندي بيجيني مكتيب هلا تنقول من سويدا مدري منين، عندي من الجزائر ومن تونس عدة مكاتيب، ما في ايميل وما رح اكتب يعني تجاوبون، بضلني بلاقي طريقه ناس عندي ايميل بالجزائر دخيلكم هذا اسمه فتشوا لي عليه انا ارتاح. بطلب من كل اللي بيكتبوا مكاتيب اذا حطيتوا مريم نور نيو تي في بيوصل، ولكن حطوا لي بريد الكتروني، لان اذا ما جاوبت انا بنزعج. قولي الله ما قدرت جاوبه ويمكن كان بحاجه اني جاوبه. والجواب اللي بدي اقوله فوت على موقع مريم نور اونلاين او اشتري كتب اللي بتكتبون كلنا من خلال ايد مريم نور كتب، خذوا من هالكتب ونقرا. ما فينا بلا كتب. انا تعجبت روي كيف قرأ عربي مع انه بيقرا اكثر من لغه اجنبيه، بس الكتاب مثل ما بيقول بس نكون زعلانين انا بفتح الكتاب. يا الله لك اذهب إلى سكينة الطبيعة وتأمل واستمع إلى صوت الصمت، لا العصافير ولا الأنهار ولا الأشجار، صوت من الداخل ومن الخارج، هذا هو صمت التأمل. الحبيب ذهب إلى الغار وسمع صوت الله. اليوم يهتم العلم بفصل الفكر عن التفكير بالدنيا حتى تسمع صوت المعبود، ولكن هذه الوسيلة خطرة جدا. التأمل غير التألم. علينا أن نتبع الدين السماوي الموجود في كل قلب يبحث عن المعبود. كثير مهمة. أي كتاب بأي صفحة هيك تطلعوا. ما معنى كلمة صحة؟ اسأل أي طبيب ما معنى الصحة؟ الجواب الصحة تعني عدم وجود المرض، غياب المرض يعني الصحة. هذا جواب سلبي. الصحة صفة إيجابية والمرض حالة سلبية. هي من كتاب الخفية. كتاب جيبه بالشهر 12 كتاب بالسنة. تعرف قديش أنت غني؟ اشتري كتاب مش تياب. إذا معك لك تياب بعدين، بس بالأول كتاب. كل واحد منا يتعلم لغة أجنبية مش صعبة بأي عمر اللي كنتوا، لأنه اللغة فينا كبسة زر من الداخل. لا، بدك الكلام من 28 حرف أو أقل أو أكثر. الناس كتبت ملايين من الكتب، بس بنوصل لفترة نقدر نكبس فيها الزر ويطلع لنا اللي بدنا إياه. خبرني كيف هيدي حكاية. مثل ما بأوقات بخاف الواحد يحكي، لأنه ما فيني أقول لكم إذا بقول لكم رويا معمر بيت بأمريكا من 4000 سنة أوه شو مجنونة. بأمريكا قالوا له إياها وشاف شيء طبيعي، ورايحين نعمل لهم زيارة وقبلونا. لازم واحد يرجع يعرف على شو موجه من هو صغير. كل واحد بيخلق بطريقة معينة وكل واحد مميز بطريقة معينة. كل واحد بيستمد بيروح على شيء معين. مثلا انا بحب السيارات، بحب الالكترونيك، مكانات كذا، بروح على هالشيء، بحب اعمر كذا. كل واحد بيتوجه طبيعيا لشيء، بس بعدين بتيجي الاهل وبيجي السوسايتي بيقول لا فلوت هو تسلى فيهم، روح صير طبيب، صير محامي، صير مهندس، حتى هذا الشيء بيطلع مصاري وهذا بيعطيك مستقبل. مش هيك. لازم نرجع نفك كل هالاشياء، نرجع نتصل بالشيء اللي خلينا ننبسط اول سنين من عمرنا، وكلهم موجودين بالكتب، ونعرف كيف نفكك هالاسرار. وما تعرف مثلا اذا بقرا مثلا من هالشيء من هالنوع بحس مثلا الناس بتحب مثلا بتشوف زهورية بتنبسط. انا بقرا من هالنوع هالافكار بحس خيي وصلت على البيت. انت بتقرا هالشيء هذا كبسة زر، بعرف شو بيرويني. يا الله بتروح على النبع. مزبوط. وليش واحد لازم يهتم ببيته؟ لانه كمان كل شيء مرآة لنا، وليه المرآة خطره؟ لانه مرآة لغير شيء بتفوت علينا.
كله متواصل. انا يعني بيتي يعني ثيابي. مثل ما قلنا هذيك المره انه أنا البيت اسمه اي وير ذا ماونتن، يعني انا بلبس البيت، منه شيء غريب، منه انا قاعد بالبيت زاير، انا لا، ساكن البيت يعني لابس البيت. وما البس البيت يعني بعرف حالي احسن، بعرف حالي احسن يعني بعرف اذا قريت من من هالكتاب يعني انا رح انبسط. وهيدي كبسه زر بالاخر. شو يعني كبسه زر؟ يعني انا بدي الاقي نفسي بهاللحظه. هاي هي كبسه الزر. بتصير وقت اللي بنعرف حالنا مش شيء جاي من برا مثل ما قلنا. مش مستورد. لحو فيك وفيك انطوى العالم الأكبر، جملة بنرددها بس هي كل الأسرار فيها. بس إن لم تعودوا كالأطفال اللي لازم نرجع مثل الأولاد الصغار. مثل أنت وصغير كنت تلعب إنك واحد هندي ويجيبوا لك ألعاب هندية وتقعد بالخيمة وتلبس ثياب هنود وتروح على المدرسة، وبعدين شفت لك وين صرت بهالحضارات الكونية يعني. وعند الأولاد ما في عقل يحكوا لا شو بدي بالهنود، يعني لا هي هنود خلص حبيت. لازم نرجع على هيدا انه ما في يو كانت كويشن، ما فيك تتسائلي وتقولي بدي برهان لانه ليش انا بحب الهنود، بدي برهان ليش انت بتحب الميكروبيوتيك، بدي برهان. ما في برهان. القلب هو اكبر برهان. يعني اذا قلبك كان دليلي خلص تبعي. اتبع بدي برهان انه الشمس موجوده، افتح الشباك في نور. غمض عينك يعني الشمس انا موجوده لا مش بتحس فيها بتشوفها. حتى الاعمى بتحطي تحت شمس بيعرف. يا الله في كتير عميان. ابو العلاء المعري واحد منهم يلي مرق ومن بعد سنوات مرق من تحت شجره ووطى راسه لانها محفوره بفكره بعقله بالذاكره بالميموار عنده. والذاكره مش بس الحياه اللي احنا عايشين فيها هلا، لا يمكن من غير كوكب ومن غير حياه ومن غير شيء وكلها تصب فينا. روي بس شفت البيوت يلي بالإنكا يلي بالبيرو انت وشفت انه بنيت نفس البيت بامريكا وقالوا لك تذكرت شيء؟ ايه اكيد. مش ما خفت من لا بالعكس كان شيء كانه مألوف علي. بتذكر كان وقت اول شغله كان لازم نصممها بالهندسه وانا صممتها، واجا واحد من البيرو كمان تلميذ معه قال لي ليك انت ليه عامل ذات الشيء وهيدي عمرها مدري قد ايه يعني بالالوفات السنين، وهي ذاتها وذات الكعفه وذات الاتجاه كمان. مثلا اذا بتبرم من هالميل اذا بتبرم من هديك الميل كمان لها كثير اهميه. ليش الارض بتبرم بهالاتجاه مش بغير اتجاه؟ فاذا العلماء العارفين بالله مثل نادر خليلي اللي اختار اول عربي وان شاء الله ما يكون الوحيد روي كسرواني عنده هالعلوم وما بيتفاجأ بالعلم وما بيتفاجأ بالإنسان الجاهل كمان، والإنسان عدو ما يجهل. عنا الكتب بلشوا تقروا أهم كتاب انتو أنا هالإنسان وفينا انطوى العالم الأكبر. ومع السلامة ونشكركم.